السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة عندنا فيديو جديد وهو رز أحمر ليبي. الرز الأحمر الليبي هنعمله بالطريقة الجميلة دي، ويلا نبتدي على طول. صلوا على النبي ونبتدي معانا. عندنا نص كيلو لحمة وبصلاية كبيرة وأربع طماطمات ونص كيلو رز مغسول بس يعني مش منقوع. ونبتدي بالخطوات على طول. عندنا شوية زيت، وفي حلة جميلة نحط نص كيلو لحمة ونشوحها تشويحة مظبوطة مع التقليب كويس. لازم تتشوح ولونها يتغير تماما. بعد ما تتشوح وتبقى تمام هننزل عندنا ببصلاية اللي احنا مقطعينها قطع صغيرة. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده اللحمة احنا قبل ما نحطها حاطين عليها 4 حبات حبهان وكام ورقة لورا، ونقلبها كويس لحد ما تدبل. واول ما تدبل هنجيب بس بهارات مشكلة وفلفل اسود وملح ونحطها عليها اول ما البصل يدبل زي ما انتوا شايفين كده، ونقلبهم في بعض تقليبة مظبوطة. بعد ما البصل عندنا يدبل تماما من غير ما يتحرق، يدبل بس، ننزل عندنا بالطماطم اللي احنا مقطعينها زي ما انتوا شايفين كده. لازم تقلبها في اول مرحلة ليها اللحمة كده. ننزل عندنا بأربع طماطمات كبار مقطعينهم. تمام. ونقلبهم، هنفضل نقلب فيهم لحد ما الطماطم تطيب خالص. طبعا اول ما الطماطم بتطيب عندنا هوريكم المنظر دلوقتي. اول ما الطماطم هتطيب هننزل عندنا بأربع معالق معجون صلصة او صلصة طماطم زي ما انتم شايفين كده منظرها. تمام. ننزل عندنا بقى بالصلصة بتاعتنا ونقلبها تقليبة كويسة مع بعض. يعني نخليها كده تغلي مع بعض دقيقة، يعني اقل من دقيقة بالظبط. زي ما انتم شايفين كده اهو. نبقى محضرين عندنا 1.5 لتر مية سخنة. هننزل عندنا بالمية السخنة هنا ونقلبها تقليبة مظبوطة. تمام. ونغطي عليها لمدة ساعة الا ربع او ساعة على حسب نوع اللحمة اللي عندي. زي ما انتم شايفين كده هنقلبها ونغطيها دلوقتي ونسيبها لمدة ساعة كاملة. بعد ما سبناها الساعة رجعنا لها لقينا المنظر الجميل ده. الصوص بقى ماسك شوية واللحمة طابت يعني بنسبة 80%. بننزل عندنا بقى اختياري لو عايزين يعني نخليها مشطشطة شوية، ننزل قرن شطة كده مفتوح. وننزل عندنا بالرز بتاعنا المغسول، مغسول بس يعني ما ينفعش يكون منقوع في مية او كده. تمام. بنقلبه التقليبة كده مع بعض، نقلبهم كويس. تمام. ونوطي عليهم النار على نار هادية خالص زي ما انتم شايفين. نوطي النار جامد. تمام. ونغطي عليها وما يتقلبش تاني، يعني الرز خلاص كده ما يتقلبش خالص، يعني هيتساب كده ونوطي النار خالص. وياريت ما نفتحش عليه مثلا على طول دايما، يعني بعد 10 دقايق بيكون بالمنظر ده. تمام. زي ما انتم شايفين النار هادية خالص. شرب الرز شرب. تمام. وده كده بعد ربع ساعة وبقى ده الشكل النهائي بتاعه، وطالع بالطريقة الجميلة دي واللحمة طيبة 100% والرز مفلفل. لو عايزين الطريقة دي هتعجبكم، جميلة وطعمها جميل. وياريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة او اشتراك. تمام. وان شاء الله فيديوهاتي تعجبكم، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم واعمل لكم فيديوهات كل ما هو جديد. ودي طريقة الرز.